الله اللي خلقنا وعطانا الحياة واش كيهدر وكيهمو أمرنا ويمكن نعرفوه؟ إياه، الله راه كيهدر وكيهمو أمرنا، وحنا يمكننا نتعرفوا عليه. كتر من 3000 عام وحال الله الأنبياء باش يكتبوا كلامه للناس. الكتاب الأول سميتو التوراة، من بعد جا موراها الزبور، ومن بعد جا الإنجيل، وهادو كاملين مجموعين في كتاب واحد مسمي الكتاب المقدس. وهذا الكتاب كيعاودنا على الله ومحبته للناس كاملين، وهذه هي الرسالة ديالو ليلك. في البدو ملي خلق الله الدنيا كانت الأرض كلها ظلمة وعامرة بالماء وخاوية وما كانتش صالحة للعيشة فيها بحال دابا. الله خلق الملائكة في السماء، والملائكة الخدمة ديالهم هي العبادة والتسبيح، وكيردوا على بعضياتهم وكيقولوا قدوس 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 الله القادر على كل شيء، ما عنده لا بداية ولا نهاية. وكان روح الله كيحوم فوق الأرض باش يوجد البلاصة لهذا المخلوق الجديد. النهار الأول قال الله يكون الضوء، وكان الضوء، والله شاف هذا مزيان، وفرق الله بين الضوء والظلام، وسمى الضوء نهار والظلام سماه ليل. وهذا كان النهار الأول. والنهار الثاني قال الله تكون الوسعة اللي تفرق بين الماء اللي فوق والماء اللي تحت، والله سمى هاد الوسعة سماء. وكان النهار الثاني. والنهار الثالث قال الله يتجمع الماء في البلاصة واحدة وتظهر اليابسة، والله سمى البلايص اليابسة أرض، وسمى البلايص اللي فيها الماء بحور. وقال الله الأرض تنبت الربيع والعشوب، والله شاف باللي هاد الشي مزيان. وهذا كان النهار الثالث. والنهار الرابع قال الله يكون الضوء في السماء يفرق الليل على النهار، وباش يتعرف الوقت والأيام والسنين، وباش يكون الضوء على الأرض. والله دار جوج ضواو كبار، الشمس للنهار والقمر لليل، ودار النجوم. والله شاف باللي هاد شي مزيان. وهذا كان النهار الرابع. والنهار الخامس قال الله يفيد الماء بالخلايق الحية ويطير كل طير في السماء. والله شاف باللي هذا مزيان. وهذا كان النهار الخامس. والنهار السادس قال الله تخرج الأرض الخلايق الحية من البهايم ودابات وحوش الأرض من كل نوع. والله شاف باللي هذا مزيان. ومن بعد هاد الشي قال الله نخلقوا بنادم على صفتنا، نخلقوه كيشبه لنا باش يتحكم في الأرض وعلى كل الخلايق اللي فيها. وخلق الله الإنسان من تراب الأرض ونفخ فيه من روحه. وشاف الله باللي ماشي مزيان الراجل يبقى بوحده. على هاد الشي الله قال غادي نخلق شي حد كيشبه له ويعاونو. ونعس الله آدم نعس طويل، وملي كان ناعس حيد الله واحد الضلع وعمر بلاصتها باللحم. وعدل الله من الضلعة آدم اللي حيد له مرا وجابالو. وقال آدم هاد المرا دابا عظم من عظامي وطرف من لحمي، غادي نسميها مرا حيت مني تخدات. على هاد الشي كيخلي الراجل باه ويماه وكيبقى قريب من مراته، وكيوليو بجوج ذات وحدة. الله كيأمرنا في الكتاب المقدس باش الراجل والمرأة يتهلاو في والديهم. والراجل والمرأة كانوا عايشين مع بعضياتهم بلا ما يحسوا بالحشومة وخا كانوا عريانين. ودار الله جنة عدن وحطهم فيها. وكان في الجنة جوج شجرات، وحدة سميتها شجرة الحياة، والثانية سميتها شجرة معرفة الخير والشر. والله بارك الراجل والمرأة اللي خلق وقال لهم ولدوا وكتروا وعمروا الأرض اللي كتحكموا فيها. الحيوانات غادا تاكل الربيع، وانتوما غادي تاكلوا الخضرة والفواكه والغلات كل غرس، ولكن ما تاكلوش من الشجرة معرفة الخير والشر اللي في وسط الجنة، ونهار تاكلوا منها غادي تموتوا. وشاف الله باللي اللي خلق كله مزيان. وهذا كان النهار السادس. والنهار السابع كمل الله اللي كان باغي يعمل. وبارك الله النهار السابع وقدسه وخلاه النهار ذي الراحة.